وسنة 332 قبل الميلاد دخل الإسكندر الأكبر مصر من غير حرب. الناس استقبلوه كمحرر من الفرس. زار معبد آمون في سيوة واتلقب بابن الإله، وأسس مدينة الإسكندرية اللي بقت رمز الثقافة والعلم في العالم القديم. بعد موته حكم قائده بطليموس مصر، وبدأت دولة البطالمة اللي استمرت حوالي 300 سنة. البطالمة كانوا يونانيين لكن تبنوا التقاليد المصرية، ولبسوا تاج الفراعنة وقدموا القرابين للآلهة المصرية، وخلوا مصر منارة للعلم بمكتبتها ومنارتها العظيمة في الإسكندرية. لكن مع الوقت الصراعات الداخلية ضعفت حكمهم، ومصر وقعت في طمع الرومان، عشان نوصل أخيرا لكليوباترا السبعة أو كليوباترا آخر ملوك البطالمة. حاولت تحافظ على استقلال مصر لكنها خسرت المعركة الأخيرة، وبعد انتحارها سنة 30 قبل الميلاد سقطت مصر رسميا تحت الحكم الروماني. ودي كانت نهاية العصر الفرعوني اللي استمر أكتر من 3000 سنة من مينا موحد القطرين لحد كليوباترا.